السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله يا بنات فيديو جديد يجيبكم بإذن الله زي ما انا معوداكم. كل شهر بنزل مشتريات للشهر، وبنزل كمان فيديو ميزانية. تمام، دي فيديو ميزانية الفراخ واللحوم. تمام، دول 4 فرخات يا بنات، هنقسمهم مع بعض. هطلع لكم 10 وجبات حلوين جدا، موفرين جدا ومشبعين. هقولكم كمان كل وجبة إلها فكرة غدا. تمام، يعني كل وجبة هنعملها مع بعض هقولكوا تعملوا غدا ايه. تمام، مفيش احلى من كده، مفيش توفير احسن من كده. مستنية رأيكم في الكومنتات، ومتنسوش الشير لاصحابكم وحبايبكم عشان يستفادوا هما كمان. لو اول مرة تشوفيني متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتكتبي لي كومنت حلو كده عشان ارحب بيكي. طبعا اخواتي اللي موجودين معايا في القناة، عيلتي التانية منورين دايما. تمام، اول حاجه يا بنات جبنا الفراخ من عند بتاع الفراخ، وحطيتهم في ميه بخل، اللهم صل على النبي، بملح وليمون. تمام، سبتهم على اقل حاجه بسيبها ساعتين. تمام. تمام يا بنات، بعد كده بشطفهم ونبدا بقى ايه نعملهم مع بعض. دول 3 فرخات ونص، هما كانوا 4 يا بنات، بس انا عملت نص فرخه في اليوم اللي هما كانوا جايين فيه. تمام، فدول 3 ونص هعدهم مع بعض كده نص. تمام، كده 1 2 كده ايه 3. الفرخة متقطعة على 4، هما جايين جاهزين يعني متقطعين كده. دي الكبد والقوانص والرجلين بتاعت الفراخ. تمام، تعالوا بقى ايه نبدأ كده ايه نصلي كده على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي كده بالراحة كده مع بعض، ونقطع مع بعض ونقسم مع بعض، وإن شاء الله تطلعي مستفيدة. تمام، أول حاجة بجيب الأكتاف دي وأشيل منها الأجنحة. وجبة الأجنحة دي بتكون حلوة جدا والأطفال بتحبها. تمام، وكمان هشيل الرقبة معاها، هشيل الرقبة لوحدها كده من الكتف. تمام، والأجنحة عاوزة اقول لكم تبقى حلوة جدا، تبقى وجبة حلوة ومشبعة. عاوزة اقول لكم انا بعملها بصينية بطاطس، تبقى حلوة جدا مع شوية رز وسلطة وشوية مخلل. جميلة جدا يا بنات. ممكن تعملي اللهم صل على النبي الأجنحة دي لو بتحبيها كنتاكي زي الفل، مع شوية رز أصفر وسلطة وشوية مخلل عشان يفتح نفسك على الأكل. تبقى حلوة جدا والله يا بنات. الحاجات دي بتبقى مشبعة جدا أحسن من اللحمة. أنا عن نفسي بحب الحاجات دي حلوة، بتبقى زي الرقبة الأجنحة. الحاجات دي بتاعت الفرخة دي بتبقى حلوة جدا. تمام، بتعملها بقى مع صينية بطاطس أو فرلك، وكمان مشبعة كمان. فالحاجات دي بشيلها كده من الفرخة وايه واسيبها على جنب، وابدا اشوف ايه اللي انا اقسمه يعني تاني واروح مطلعوه. تمام، لو مثلا الورك بتاعي صغير بسيبه زي ما هو، لو حاسه ان هو كبير او وسط كده بروح مقطعاه نصين. تمام، انا عندي بعمل لما مش مثلا ممكن اعمل نص فرخه بتكفينا وزي العسل، ممكن اعمل نص فرخه وقاعده ببوسه، ممكن اعمل نص فرخه ومعاها اللي هي النص من اللهم صل على النبي الحته اللي بتبقى تحت من الكتف دي. تمام، تبقى اكلات حلوه جدا ومشبعه يا بنات. ووفري كده ودوبري، وان شاء الله كده ايه هتمشي ميزانيتك. انا قلت يا بنات اول حاجه هجيب اللهم صل على النبي، قلت هطلع دي كده في طبق لوحديها كده. اول وجبه هطلعها مع بعض اللي هي الاجنحه والرقبه. تمام، اعملها مع صينيه بطاطس تبقى حلوه جدا والله ومشبعه كمان، وهتشبع اولادك جدا وهتشبعك مع شويه رز. تمام كده يا بنات، هبدأ بقى اجيب صدر تاني شلت منه الجلد وشلته منه اللي هي اللهم صل على النبي اي عظم كده في الجنب هشيله، واللي هو النص التاني بتاع اللهم صل على النبي بتاع الجناح. تمام، هجيب صدرين كده يا بنات كتفين كده واعملهم زي ما انتوا شايفين كده واخليهم عشان هنعملهم بانيه. واقول لكم على فكره حلوه جدا عشان يطلع البانيه قطعه بقطعتها كده وحلوه. الحته الميزه اللي انا هقول لكم عليها دي تبقى حلوه جدا. تمام، فتعالوا بقى نبدا نقطعهم كده مع بعض. تم بالراحة كده لما تكون السكينة معاكي حامية بتخلصي بسرعة. تمام، اشيل بقى اي جلد زيادة اي حاجة كده واحط برضو ايه اللهم صل على النبي دي مع الاجنحة وكده. تمام، زي ما انتوا شايفين تقطعي بالراحة وعلى مهل كده عشان برضو مش تعوري ولا كده، وتخلي بالراحة ايه العظم من الكتف زي ما انتوا شايفين كده.
عاوزة اقول لكم العظم ده احنا مش بنرميه، بنسيبه وبيبقى حلو جدا في الشوربة. مثلا تعملي شوية ملوخية ورديح اي كده، اي حاجة، فايه بتعملي شوربة اللهم صل على النبي وتعملي بالملوخية. هقول لكم بقى على الميزة اللي انا اقول لكم عليها دي، حلوة جدا وبتطلعي البانيه كده شرايح حلوة ومش بتهري معاكي ولا اي حاجة. هتجيب صدرين يا بنات واحطهم في الفريزر، تمام، على بال ما اخلص ميزانيتي كلها واخلص تجميعتي كلها، اروح مطلعاهم وايه، اللهم صل على النبي، ومقطعاهم. فانا هحطهم في الفريزر عبال لما نخلص الميزانية بتاعتنا، تمام، حطهم في الفريزر. تعالوا بقى على الكتف ده، قلت برضه اشيل منه النص التاني من، اللهم صل على النبي، الجناح كده، وهقطعه كده واشيل منه الجلد واسيبه لوحده، تمام. اي جناح اي حاجه بتقابلني بروح احطها في الطبق بتاعها، واشيل برضه حته العضمايه دي واحطها ايه مع العظم اللي احنا هنعمله شوربه. المجا يا بنات، جبلك مثلا وانتي بتقطعي كده حته لحمه، فراخ يعني زي اللي انا بقطعها دي، تحطها في طبق وتعملها شاورما، تمام. يعني احنا مش بنرمي اي حاجه خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلت معايا لعندي هنا ما تنسيش تحطي لي لايك بايدك الحلوه، كومنتي برايك. بفرح جدا بكومنتاتكم الحلوه ودعمكم ليا. دي الطبق بقى ايه اللي هحط فيه الايه، الشاورما، الحاجات اللي هي الصغيره دي، تمام. ببدأ كده بالراحه، اشيل اي لحمه اي حاجه كده خساره برضو، احنا لازم نوفر في اي حاجه ونمشي امورنا يا بنات زي ما انتوا شايفين. عاوزه اقول لكم بقى الصدر ده نحطه في الطبق ده، اقول لكم نعمل بايه. ممكن تقطعيه مكعبات وتعمليه مع بصل، اللهم صل على النبي، وفلفل، تعملي شيش طاووق. او ممكن تعملي كفتة رز، ممكن تقسمي نصين، تعملي على مرتين كفتة رز، نص كيلو رز على نص الصدر ده والنص التاني في يوم تاني، تمام. في افكار كتير ممكن تعملي بيه، اللهم صل على النبي، حواوشي ممكن تعملي بيه. في افكار كتيرة، كفتة، برجر كده يا بنات، تمام. في طبق تاني حطيت فيه نص فرخة اللي هو جنبه ده، تمام. الطبق الكبير ده هقطع فرخة يا بنات، اقطعها 8 زي ما انتوا شايفين كده، هقطعها 8 واحطها في الطبق الكبير ده. هنعمل بيها ايه الفرخة دي انا بعملها لابو انس، بياخدها مع الشغل وكده، تمام. هو بيقعد 10 ايام او ممكن 11 يوم في الشغل، فبنفعه جدا. بعمله بقى وجبات، بقطعها 8، ممكن بقى نقسمها على وجبات، ممكن 5 ممكن 6، تمام. فبتبقى حلوة جدا وتوفر كمان في الميزانية وكده، بدل ما نشتري أكل من برا ولا كده ويبقى غالي. فاحنا بقطع الفرخة على 8 ونقسمها ل5 ل6 على حسب برضه، تمام. فهي الفرخة دي هسيبها ايه لوحديها كده، قطعتها على 8 وهسيبها كده لوحديها، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين دي بقى الباقي هقولكوا هنعمل بايه. دي اللي انا عملته، يبقى كده طبق فيه فرخة كاملة متقطعة 8 قطع، وطبق فيه صدر لوحده، وطبق فيه اللهم صل على النبي نص فرخة، وطبق فيه الأجنحة والرقبة، يبقى كده 4. والعظم دي زي ما قلتلكم أنا، الكيس ده كان عندي في الفريزر، في اللي بجمع فيه العظم وكده. بنعمل شوربة، كان في كمان اللهم صل على النبي الكيس ده في رقبة كمان كنت حاطاها معايا عشان يعملي كده شوية شوربة حلوين كده. زي ما قلت لكم شوربة خضار، ملوخية، اي حاجة كده ارديحي، ممكن او محشي ارديحي كمان تعملي بيها الشوربة، بتبقى احسن من المرقة وكده، تمام. فبيبقى حلو جدا يا بنات. فانا بقى هبدأ اقطع الحاجات الباقية، هجيب طبق كده واحط فيه الورك ده والايه الصدر اللي انا قطعته. لما يكون الصدر كبير بروح مقطعه 2 كده، تمام. ممكن برضو تقطعي اللهم صل على النبي زي ما قلتلكوا الورك ده بعد ما بيستوي بروح مقطعه كده نصين، او في ساعات بقطعه قبل التسوية وكده.
دي بقى الرجول بتاعة الفراخ، يعني لقيتهم دول حوالي كانوا عن 5، فحطهم مع الفرخة دي، تبقى حلوة جدا والله يا بنات. لو عملتها صينية بطاطس اللي هي الفراخ دي، صينية بطاطس عملتها مشوية تبقى حلوة جدا، ونص فرخة هتعملها مع طبيخ برضو فاصوليا او بطاطس او اي حاجة انتي بتحبيها، تبقى حلوة جدا ومشبعة كمان. تمام. انا قلت السيدي دي بقى ايه هعمله ايه، هنقطعه كده ونشوف هنعمله ايه مع بعض. برضو بشيل الحتة اللي هي بتاعت اللهم صل على النبي الجناح، واي برضو جلد زيادة كده. انا ماشية معاكم يا بنات خطوة بخطوة عشان افهمكم انا عملت ايه من 4 فرخات. تمام. وميزانية حلوة جدا وهتنفعك بإذن الله. تمام. هنبدأ نقطع الكتف ده، قلت ايه اعمله كده بانيه شرايح رفيعة ونعمله شاورما مع بعض. في اي حاجة كده فيها زيادات بتشطفيها كده وايه وتقطعيها كده. عملتي قطعتين. تمام. ودي التالتة. ماشي 4 كده. هبدأ بقى ايه ان انا اقطعهم قطع، يعني ايه حاجة رفيعة كده، شاورما رفيعة كده تبقى حلوة جدا. لما تكون رفيعة بتزود معاكي الكمية. يعني شايفين بسم الله ما شاء الله الطبق اللي قدامكم ده هتلاقوه مليان دلوقتي بعد ما اقطعها كده. تمام. قطعها رفيع جدا. بعملها مع بصل وفلفل. تمام. عاوزه اقول لكم ان انا بتبلها، هتبلها معاكم كده ايه بعد ما نخلص كده هنتبل مع بعض واقول لكم احنا هنعمل ايه بالوجبات دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقطعها شرايح رفيعه. تمام. واسيبها. اللهم صل على النبي. بعملها مع بصل واعملها مع فلفل. تمام. تبقى حلوه جدا يا بنات. بجيب بقى ايه العيش اللي هو بتاع الكريب بقى، انا بعمله في البيت. في فيديو ان شاء الله بنزله لكم لسه، يعني ايه انا صورته بس لسه مش عملت تركيب صوته كده. عملت عيش كريب. كنت عامله من كوبايتين 9 رغيف. صدر الفرخه ده عمل معايا 9، لا 8 يا بنات، 8 سندوتشات كريب. تمام. 8 سندوتشات شاورما. كانت حلوة جدا ومشبعة جدا. تمام. لو عاوزة تعمليها مثلا عملتها قبل كده برضو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السندوتشات لا يا بنات، العيش اللي هو الكايزر 9 برضو، 9 سندوتشات كايزر او 10 كمان مع بطاطس. بتبقى حلوة جدا والله. سندوتشات كده ايه تفرح الاولاد، وايه تعملي كده كنوع من الاكل كده، مش على طول مثلا ممكن شاورما مع مكرونة، مثلا شاورما مع اللهم صل على النبي عيش كريب، شاورما بفينو، شاورما بالعيش الكايزر، او تغيير برضه عشان الاولاد وكده. النص الفرخة الاخير يا بنات حطيته في طبق لوحده ومعاه موزة. تمام. هنيجي بقى اللهم صل على النبي الكبد القوانص. عاوزه اقول نسيت اقول لكم اللي انا كنت جايبه كيلو كبد وقوانص مع 4 فرخات عفوا. آه. تمام. القناصة كانت كبيرة وكانت كلها دهنة، فأنا اللهم صل على النبي زي ما انتوا شايفين كانت شلت الدهنة اللي كانت في القناصة. لأن كان الكيلو ب85 يا بنات، والفراخ كان الكيلو ب78. تمام. كانت غالية اليوم ده. المهم الكبد والقوانص، الكبد كانت كبيرة. كانت كبيرة زي ما انتوا شايفين، فهبدأ أقطعها على 2 كده. تمام. والكيلو ده ب85 هقسمه على وجبتين. تمام. كنت احط الكبد كده لوحديها، اللهم صل على النبي، في طبق وارصها كده عشان اقطع ايه القناصة. الكبد بتاعت ال4 فرخات احنا كنا عملناها ايه على الفطار الصبح مع بيض. بنشوح الكبدة كده لما تستوي ونروح نطجن عليها بيضتين. تمام. يبقى القناصة برضو يا بنات عشان لا دي اللهم صل على النبي القلب بتاعها بتقطعه 2 كده. تمام. القناصة بسم الله ما شاء الله كانت كبيرة برضو، هبدأ ان انا اقطعها 2 وتوفر معاكي برضو. عاوزة اقول لكم القناصة دي بتحلي محل اللهم صل على النبي اللحمة المفرومة.
اللحمة المفرومة غالية عليكي مش بتجيبيها، القناصة دي حلوة جدا، حطها كده تتشمع في الفريزر كده مثلا نص ساعة، وبعد كده افرميها اكنها لحمة مفرومة معاكي. بتعملها بقى على الصاج، بتعملي بقى اللحمة البشاميل، عفوا المكرونة البشاميل، تبقى حلوة جدا. عاوزة اقول لكم، اول ما جربت الكبد والقوانص المكرونه بالبشاميل، وانا من ساعتها على طول بعمل المكرونه بالبشاميل بالكبد والقوانص، بتبقى حلوه جدا. اقول لكم بعملها ازاي. بفرم اللحمه عفوا القناصه، تمام، واروح عايزه اقول لكم الاول انا او عملت الطبق على مرتين اهو، الكيلو على مرتين، تمام، على وجبتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي البانيه يا بنات، هبدأ اقطعه. تعالوا اقول لكم انا بعمل المكرونه البشاميل ازاي. الكبد والقوانص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجيب القوانص افرمها في الكبه، تمام، والكبد بقطعها صغير، واعمل معاها بصل، تمام، وفلفل وحبات طماطم، تبقى حلوه جدا والله يا بنات. تشوحي البصل بقى مع الفلفل، تمام، لما يدبل تروح حاطه حبات الطماطم، وتروح حاطه عليها بقى اللهم صل على النبي في جانب كده اللهم صل على النبي، مش عارفه، انا حاسه ان انا متلخبطه ليه. القناصه بعد ما تغير لونه كده تروح مقلباهم مع بعض، وبعد كده في جانب برضه تروح حاطه الكبده، تاخد صدمه من تحت وتقلبوهم مع بعض، وتحط عليهم بقى البهارات، ملح وفلفل اسمر وكمون، تمام، وبألف هنا وشفا. دي يعني ايه، بديل العصاج وكده بتاع اللحم. هبدأ بقى يا بنات ان انا اقطع اللهم صل على النبي زي ما انتوا شايفين البانيه، تمام. دي اول صدر معي، عملت قطعة، واحدة اتنين تلاتة خمسة يا بنات، اربعة خمسة، ما شاء الله حلوة جدا. 3 افراد او ممكن 2 اكيلة يعني، تمام. يبقى الصدر التاني بسم الله ما شاء الله قطعته، هخلي كل صدر كده وجبة لوحدي، تبقى حلوة جدا. ده لو انا او اولادي بس بروح عاملة ايه صدر واحد، لو مثلا جوزي معانا نبقى احنا الخمسة بروح عاملة ايه صدرين، تمام. اي حاجة صغيرة كده بروح مقطعاها وحطها مع الشاورما، تمام. وانتوا شايفين كده. لو وصلتي معايا لعندي هنا، متنساش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، تمام، وتكتبي لي رأيك بالفيديو ده. مستنية دعمكم، مستنية رأيكم. دي بقى زي ما قلت لكم ده بانيه، انا عامل بانيه، او ممكن تعمليه بانيه اللهم صل على النبي متشوح كده، مكرونه بالوايت صوص، تبقى حلو جدا. بحب اعمل له مكرونه بالوايت صوص، وبعد ما اخلص اروح احطها في صينيه في الفرن، تمام. ممكن تعمليه مشوي، يبقى حلو جدا. بتتبليه وتروح عامله ايه، اللهم صل على النبي كده على البوتاجاز يعني مشوي. دي الوجبات اللي انا عملتها يا بنات، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 3 فرخات ونص، شايفين بسم الله ما شاء الله، دي اللي قدامكم. وكمان الفرخة دي اللي هي 8 قطع، ممكن تعمليها على مرتين، تمام. طبعا بتعملي اللهم صل على النبي على حسب افراد اسرتك، وعلى حسب ما انتوا بتاكلوا، بألف هنا وشفا. كل اللي تعمليه بايدك بيطلع كويس ان شاء الله، تمام. مستنية رأيكم ودعمكم ليا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تمام. تعالوا بقى اقولكوا هنعمل ايه بعد كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي بقى الشوربة، الحاجات اللي هنعملها شوربة وكده، هبدأ احطها في الفريزر تاني، تمام. كان في شوية خضرة كده، قلت ايه نحطهم كده على الوش وايه يدوا شكل حلو برضو، تمام. اقول لكم على فكرة حلوة جدا في الفيديو ده هتعجبكم بإذن الله، تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يا بنات، 9 أطباق. اللهم صل على النبي. والكبد والقوانص 10، والطبق التاني بتاع الكبد والقوانص 11، يعني 11 طبق بسم الله ما شاء الله، تمام. عاوزة اقولكم فكرة حلوة جدا. لو انت مثلا مش عندك فريزر، عندك الديب فريزر، مش عندك ديب فريزر يعني عندك الفريزر بتاع التلاجة، فده لما تحط الأطباق دي وتعمل مسافة، يعني ممكن الصدر ده اللي انا وريتهولك دي تحطيه في كيسة،
تمام. شايفين الكيسة كده لمته ومش هياخد ايه مساحة معاكي غير الطبق. تمام. شوفي مساحة الطبق ومساحة الكيسة، فالأحسن انت تشيلي الكيسة وتحطي ايه، تشيلي الطبق عفوا وتحطيه في الكيسة كده. تمام. البانيه ده ممكن اسيبه كده زي ما هو، يعني ايه طبقين كده فوق بعض هيبقوا ايه محاكمين بعض شوية يعني. تمام. قلت الفرخة دي انا هحطها برضو ايه في كيس هتكون لماها، وبرضو ايه مش هتاخد مساحة في الديب فريزر ولا كده. تمام. وقت الحاجة هتحطها عندك في كيسة تبقى ايه لما الحاجة احسن يعني مش تاخد مكان ولا كده يا بنات. تمام. فابدأ ان انا احطها في الكيسة كده ايه واقفل عليها. طلع بقى اي هوا منها او كده زي ما انتوا شايفين. عندي بقى البانيه اهو زي ما قلت لكم كده وتجونس هسيبهم زي ما هما في الاطباق عادي، وتعمليهم كده اللهم صل على النبي تحطهم في كيس تغطيهم يعني وتحطهم فوق بعض كده في الفريزر زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده الترتيب اللي انا عملته كده. تمام. وزي ما قلت لكم لو مش عندك برضو اطباق فيلم بتحطي ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بتحطيهم في اكياس. تمام. مش هتقول لا والله يا بنات كل حاجة بتنفع والايام دي وتوفري كده وتدبري وتفكري. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله. قلت اعمل معاكم الشاورما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتتبليها تحطها في الفريزر، هتطلعيها يا بنات اللهم صل على الفيلم هتعملي فيه تبقى حلوة جدا. تعالوا اقول لكم على اسهل تتبيل انا بعملها حرفيا تبقى حلوة جدا وطعم لذيذ. حطيت بهارات فراخ، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. تمام. لو في حاجة مكلكعة كده بتروحي عاملاها بايدك. ده كمون والملح طبعا والفلفل الاسمر. مفيش اسهل من التتبيله دي حرفيا حلوه جدا. وعاوزه اقول لكم البصل باودر والثوم باودر والبابريكا دول لو جبت ب10 جنيه وسبتوهم عندك في البيت بتعملهم لتتبيلات بس وكده وبقى حلوين جدا وموفرين كمان. تمام. فانا هبدأ ان انا امسكها كده مع بعض واقلبهم كده مع بعض كل حته فراخ كده ايه تتبل كده وحلوه وتطعم كده بالتتبيله بتاعتها. تمام. هجيب بقى طبق نضيف واروح احط فيها التتبيله ده. شايفين بسم الله ما شاء الله. الطبق دي حلو جدا زي ما قلتلكوا بيعمل 9 شاورما بالبصل والثوم، 9 ترغيفة يعني. تمام. بسم الله ما شاء الله. هسيبه بقى كده على جنب. كنت عاوزة اعمل البانيه وقلت لا هعمله ايه مشوي احسن، فحطيت البانيه زي ما هو كده في الفريزر. دي طبق من اللهم صل على النبي يا بنات، طبق من ايه كبد القوانص. عملت معاه بصل وفلفل. تمام. قلت كده اعمله بالمرة تاني يوم يبقى غدا تاني يوم. تمام. لما تجهزي التجهيزات دي تتعبي يوم وتفضلي بقى كده ايه وقت الغدا بقى تطلعيه كده من التلاجة هتعملي معاه شوية مكرونة تبقى حلو جدا. انا قلت كده ممكن اقسمهم على مرتين اديكي فكرة يعني. فقلت ايه هو طبق ايه هحطه في كلهم في طبق يعني وكده. فانتي مثلا لو 3 افراد او فردين، لو فردين ممكن تقسميهم على مرتين تبقى حلوة جدا. فانا قلت اعملها كده واحطها في طبق ولما تبرد احطها اغطيها بالستريتش واحطها في التلاجة. تاني يوم الصبح هطلعها على التسخين على طول. عندك بقى بتاكلها بعيش مع مكرونة بتبقى حلوة جدا. تمام. اسفة لو اتلخبطتي مثلا في الفيديو ولا اي حاجة. تمام. يبقى دي فكرة النهاردة ان انتي ممكن تعملي الاكل قبلها بيوم عشان تاني يوم يبقى ايه تكوني مستريحة. تمام. شايفين الجمال يا جماعة. كبد وقوانص جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله. تستاهل بقكم. كانت حلوة جدا والله. عاوزة اقول لكم اللهم صل على النبي الطبق ده يعمل 9 سندوتشات مع شوية بطاطس كده بألف هنا وشفا. احنا كنا عملناها سندوتشات يعني فطلع معايا بسم الله ما شاء الله 9 سندوتشات اللي هو العيش البلدي ده. تمام. مستنية رأيكم بقى ايه الحلاوة والطعمة دي يا ولاد. تمام كده يا بنات. يبقى الشاورما هحطها بقى في الفريزر
عاوزة اقول لكم دي الستريتش عندي كان مثلا لو بيجي لانشون او جبنة بروح غاسلة الطبق مكان اللانشون عادي، يعني بروح غاسلاه بالصابون كويس جدا، او لو جبن بروح مغسلاه كويس جدا تمام بالصابونة كده وعينيه. الاسترتش بتاعه نفس النظام، بروح غسلاه وسايباه، بحتاجه برضو في وقت زي ده تمام. فغسلته ونشف كويس، فروحت فرداه بقى وايه، وقلت اعمل بيه الطبقة دي كده. ببلاش والله يا بنات، الطبق والاسترتش ده ببلاش تمام. فابدأ بقى ايه ان انا اقطعه كده. ايه رأيكم في فيديو النهاردة؟ فيديو الميزانية من 4 فرخات عملت لكم 11 طبق، 11 وجبة، بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى اشوفكم على خير، مستنية دعمكم ليا.